اكتر لاعب زملكاوي سجل في شباك بتروجيت هو احمد جعفر، لاعب بتروجيت حاليا. يعني شوف هداف، ادي كوره مايوكا، مفيش تسلل مايوكا وفاتح له، وادي ابراهيم، محمد ابراهيم، جول جول مايوكا يرد الهدية لمحمد ابراهيم. الهدية كانت في مباراة غزل المحلة، استنى مايوكا ما يقرب من 5-6 ايام كاملة لكي يرد الهدية لمحمد ابراهيم، وكما صنع محمد ابراهيم هدف لمايوكا امام غزل المحلة يرد له الهدية النهاردة ويصنع له هدف ويسجل محمد ابراهيم في شباك بتروجيت. ايمن دجيش المساعد الدولي لم يرفع الرايه، خطأ دفاعي في التغطيه. محمد ابراهيم بمنتهى المهاره يمر من محمد الشناوي، ويمكن في اول كوره خطيره، في اول تهديد حقيقي، في اول فرصه حقيقيه محمد ابراهيم ينفرد ولا يخطئ امام المرمى. لسه بنقول محمد ابراهيم بعد الاحتراف والعوده السريعه والاستعاده مره اخرى، استعاده لمحة المهارة ولمحة الجمال والموهبة اللي كانت بتميز هذا اللاعب. ملكوية من ناحية اليمين، حازم إمام يستلم مرة تاني، حازم ناحية اليمين يقرب محمد إبراهيم، اتلعبت لحمودي، مفيش اوفسايد، أحمد حمودي والتسديدة تخبط في الدفاع، ترجع الكورة مرة تاني ومحمد إبراهيم، والثاني محمد إبراهيم وهدف عظيم، يسجل الهدف الثاني محمد ابراهيم في الدقيقة 85. هدف الأمان والضمان والاطمئنان. الآن جمهور الزمالك يتنفس الصعداء، يلتقط أنفاسه، يضمن النقاط رغم ان الكرة مجنونة ولا يوجد مستحيل، لكن خلاص دقيقة 85 والهدف الثاني. لكن خلينا نشيد بأحمد حمودي اللي صنع هذا الهدف، جرب بنفسه الأول ثم صنعها في الكرة الثانية لمحمد إبراهيم بشكل رائع. محمد إبراهيم لما بيسجل ما بيكتفيش بهدف واحد، هدف واحد لا يكفي. الموهوب محمد إبراهيم سجل في الشوط الثاني ويسجل في الشوط